السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم البساطة والنجاح. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضروا واحد الطبق اللي هو مغربي اصيل، البسطيلة والبسطيلة ديال الحوت بالخصوص. طبق اللي هو راقي وملكي، كتجي بسطيلة رائعة جدا، بسطيله ديال الحوت. ان شاء الله غادي تفرجوا معايا في الفيديو، غادي تشوفوا الطريقه جد مبسطه والمكونات حتى هي بسيطه. نخليكم مع الفيديو باش تفرجوا فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله، بسم الله. بالمكونات عندنا هنايا القزبر المأدنوس، عندنا هنايا حامضه والفرماج الاحمر، الزيتون يكون مقطع، الشعريه الصينيه، وعندنا لاصوص صوجا، وعندنا الفطر اولا الشامبينيون سواء كان معلب اولا طري ماشي مشكل. عندنا هنايا الحوت اللي غادي نبداو بالقمرون اولا الكروفيت كما سبق لي. انا هنايا حضرته وجدته، نقيته غسلته، احتفظت بالقشره دياله، الرؤوس ديالو هذاك غسلتهم مزيان واحتفظت بهم. وهو هنايا غسلته واستقطرته من الماء، وهنايا خليت شي حبات للتزيين بالقشره ديالهم كما كتشوفوا معايا. وهنايا عندي الكالامار اولا الحبار، وعندي الحوت ابيض، اي نوع ديال الحوت الابيض، المهم ما يكونش فيه الشوك. غادي نبداو اول حاجه بالشعريه الصينيه. غادي نغليو ديك القشره ديال القمرون اللي خليناها في الماء، وغادي نصفيو داك الماء اللي غليناه ونديروه فوق الشعريه الصينيه كما كتشوفوا. كتعطيها واحد النكهه جد رائعه رائعه. ما ترميوش داك القشور، احتفظوا به وغليوه، ديروا به هاد الطريقه. كتجي الشعريه مبنه، فيها واحد البنه رائعه ديال داك الماء اللي درناه فيها. من بعد ما ترطب لكم صفيوها واحتفظوا بها جانبا. نفوتوا للتوابل. عندي هنايا شويه ديال السكنجبير، الملحه، البزار، الخرقوم، شويه ديال الكمون، ضمه ديال الحوت، ثوم بودره والهريسه والتحميره. هادو هما المكونات انا اللي كندير في البسطيله ديال الحوت. غادي نحاول نفتت ديك ضمه ديال الحوت، كتبقى اختياريه ولكن كتعطي واحد البنه جد رائعه زوينه بزاف. والثوم بودره، الا ما كانش عندكم بودره تقدروا ديروا طاريه، واحد زوج الرؤوس ديال الثوم، فصوصه ديال الثوم اولا 3 الا كانوا صغار. ضيفوا زيت الزيتون ونضيفوا صوص صوجا 2 معالق اولا 3. غادي ديروا 2 معالق كبار ولا 3 معالق كبار على حسب الكميه اللي غديروا. كما شفتوا غادي نمزجوا دوك التوابل ديالنا العطريه ديالنا. التوابل راه كيبقاو على حسب الكميه شحال غادي ديروا، واش البسطيله كبيره، واش انايا هنايا راني درت كيلو ديال الحوت من كل حاجه. وغادي نضيفوا زيت الزيتون اولا الزيت العاديه، لحقاش ما غاديش نبقاو هاد المكونات غادي نشحروا فيهم كاع المكونات اللي عندنا غادي نشحروهم بهاد التوابل، يعني بلا ما نضيفوا زيت الزيتون غادي نبقاو غير بهم نشحروا. وغادي نديروا العصير ديال نصف حامضه، وغادي نديروا الحامض المصير في الحشوه ديالها لداخل. هنا الربيع غادي نديروا نصف الكميه. انايا درت باقه ديال القزبر وباقه ديال المعدنوس، غسلتهم وقطعتهم خلطتهم. غادي ديروا النصف ديالهم غادي تشحروا فيهم المكونات ديالكم، والنصف الاخر ديروه طري في الحشوه ديالكم. وغادي نقطعوا الزيتون والحامض المصير واحتفظوا بهم جانبا هما والفرماج حتى الاخير، حتى تشحروا جميع المكونات ديالكم. عاد كتضيفوا هذوك، تضيفوا الربيع مع الزيتون والحامض المصير وتضيفوا الفرماج. غادي نمشي دابا. هنايا قطعت القمرون انا الحوت الابيض دائما كنفورو واحد شويه باش يشد راسو ما يتفتتش، عاد نقطعوه مربعات كبيره وكنشحروا في المقله. التشحار راه باينه البنات. غادي ديروا المقله ديالكم وتهزوا شويه من هاد الشرموله واحد المعلقه وتشحروا جميع المكونات الفطر وكل شيء، وديروهم في واحد الاناء في واحد البانيو.
واللي غادي تخلطوا فيه. الا بقات لكم الشرموله ضيفوها للحشوه ديالكم كما شفتوا هنايا. ندير الربيع والحامض المصير والزيتون، وغادي نضيف عليهم حتى الشعريه الصينيه حتى هي. شحروها، هذه مرحله مهمه، ضروري ما تشحروا الشعريه الصينيه. انا هنايا راه ما درتش كاع ديك الكميه، درت غير النصف ديالها. شحرتها حتى هي في نفس الشرموله اللي شحرت فيها جميع المكونات، الفطر والحوت كامل شحرته في ديك الشرموله. كديروا مثلا الكروفيت ديروا له واحد المعلقه في المقله وتشحروا، عاوتاني ديروا القيم. مهم كلشي تفوتوهم هكا واحد مور واحد حتى تكملوهم كاملين. حاولت انني نقصر لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل، ولكن الا كنت ما كتفهموش مزيان من كان نحاول نزرب الفيديو او نفوت شي مراحل اللي كتكون باينه، قولوها لي باش ما نبقاش نفوتهم، نبقى ندير لكم كل شيء. وغادي نضيف واحد الكميه ديال الفرماج الاحمر. ضروري ما ديروه، الكميه كتبقى اختياريه شحال ما بغيتو، ولكن ضروري ما ديروه، كيعطي واحد النكهه جد رائعه في البسطيله ديال الحوت. وحتى الشعريه الصينيه ضروري ما تشحروها، حتى هي كتعطي من كتنشف من الماء وكتشحر مزيان كتجي زوينه بزاف البنات. وهكذا غادي نكونوا كملنا الحشوه ديالنا. غادي نفوتوا دابا باش نجمعوا البسطيله ديالنا. غادي ندوبوا 2 معالق اولا 3 ديال الزبده كبار، ونضيفوا ليهم شويه ديال الزيت عاديه ديال الطياب، وغادي ندهنوا الصينيه اللي غادي ندخلوا فيها البسطيله ديالنا. انا درت في المقله الثقيله، المقله ما عنديش كبيره وما عنديش صغيره، مويه. غادي نديروا الورقه كما كتشوفوا في الاولى، تبداو في الوسط وتبقاو ديروا في الجوانب. نتوما كديروا نتوما دهنوا بالزبده والزيت. صراحه انا الورقه ديال البسطيله هاد المره ما خدمتهاش في الدار، بغيت ندير البسطيله كبيره والمقله عندي صغيره، يعني كتخرج لي الورقه صغيره، كان خاصني الورقه تكون شويه كبيره. كما كتشوفوا بهاد الطريقه غادي تبقاو تحطوا الورقه ديالكم وحده فوق وحده، طريقه واضحه. نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه ديال البسطيله ديال الحوت، انا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم. صراحه الرجاء كاع اللي كيدوق عندي كتعجبوا بزاف بزاف. بغيتو ديروا ورقه سيدنا موسى هكا فاش تكونوا تشحروا الحوت، حتى هو تقدروا ديروها عفوا، ما درتهاش. اولا تضيفوا الشامبينيون داك الاسود، اولا تضيفوا شي حوت، شي نوعيه ديال الحوت اخر. انا كنكتفي بهذا الشيء وكتجي زوينه بزاف وتعطيكم واحد الكميه كبيره. هنايا راه تقدروا ديروا واحد البسطيله اللي هي كبيره كما كتشوفوا هنايا معايا. بعد ما تكملوا عاوتاني ضيفوا واحد الورقه في الوسط هكذا. فاش كدوبليو الورقه ديالكم كتجي مقرمشه البسطيله ديالكم وجو زوينه. ومره دهنوا بالزبده والزيت باش ما تقطع لكمش الورقه. غادي ديروا الحشوه ديالكم في الوسط بعد ما تكونوا خلطوها مزيان. ضروري ما تكونوا شحرتوا دوك المكونات مزيان باش ما يكونش فيهم الماء ويفزقوا لكم الورقه ديالكم. خاص تكون الحشوه ناشفه مزيان. هاد الشيء علاش قلت لكم شحروا حتى الشعريه الصينيه باش ما تبقاش هزه معاها الماء. غادي ديروا الحشوه. تقدروا تضيفوا في هذه المرحله الفرماج من الفوق، تقدروا ديروا عاده تجمعوا الورقه، تقدروا ما ديروش حيت درناه في الوسط ما كاينلاش. وغادي تحاولوا تجمعوا بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو. وعندي هنايا بيضه غادي نخلطها بالفرشيطه وصافي. تقدروا تضيفوا لها حتى هي الخل اولا الملح. المهم هذه البيضه غير باش تلصق لينا الورقه ما تحلش، باش ما تحلش الورقه وباش تحمر تقرمش. غادي ديروا وحده في الوسط باش تلصق بداك البيضه الى الورق الاخرين. وغادي نضيفوا شي وحدين في الجوانب، ماشي كاع كيما في الاول راه حنا درنا تقريبا شي 8 اولا 9 ديال الورقات. دابا غير 4 كافيين، يعني باش نعطيو واحد الجماليه لدوك الجوانب وصافي. هكا باش ديروا لها لا فينيسيون ديالها. وضيفوا وحده من الفوق وغادي تدهنوها بالزبده باش ما تقطعش من تجيو تجمعوها للاسفل.
من تجيو تدخلوا ديك الورقه لتحت ضروري ما تدهنوا بالزبده باش ما تقطعش. هنا الورقه حنا اللي كتباع لنا بالعبار كتكون صراحه مزيته، يعني مدهونه، ما كتكونش ناشفه، ولكن الا شريتو هذيك اللي كتباع جاهزه هذيك هي اللي كتكون ناشفه، كتحتاج الزبده والزيت بزاف بزاف. هذه كتكون شويه كيكونوا داهنينها بالزيت كتكون رطبه. وحاولوا انكم تدخلوا نتوما كتقادوا فيها كما كتشوفوا في الفيديو، طريقه جد سهله كما كتشوفوا معايا في الفيديو. هذا هو الشكل ديالها. غادي تدهنوها بالزبده ودهنوها بالبيض وتدخلوها الفران. شعلوا عليها في الاول غير من الاسفل حتى تبان لكم تحمرات، وشعلوا عليها من الفوق تحمر حتى من الفوق. وهكذا كيكون الشكل ديال البسطيله ديالنا. التزيين كيبقى اختياري، كل واحد باش بغى يزين بالفرماج اولا باللي بغيتو، وبالصحه والراحه. كتجي صراحه جد جد رائعه، ما ديروها غير اللي عزيز عليكم وبالصحه والراحه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم الفيديو والطريقه ما تنسوش تخليوا لي اللايكات والتعليق ديالكم، وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. واللي جداد معنا كنرحب بكم ونجدد الترحاب بكم، نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم اللي كتضمن كل ما هو بسيط وناجح 100% في نفس الوقت. ما تنسوش تشتركوا معنا وتفعلوا